السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي يسرا شانيل. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم طريقتي الخاصه بتحضير الدنجال، كيجي رائع ولذيذ، والاهم انه كيوجد في دقائق قليله. وهاد الوصفه تقدروا توجدوها كمقبله ترافقوا بها الاطباق ديالكم، او كاضافه خفيفه لوجبه غداء او عشاء. وفي هاد الصيف حيت بزاف منا كيبغي شي حاجه سهله وما كتثقلش على المعده. خليكم معايا باش تشوفوا طريقتي في التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله. بالنسبة لي عندي 3 ديال الحبات ديال الباذنجان، في امكانكم تعملوا اكثر. الطريقة ديال التقطيع انا قطعتهم هيدا طوليين ويكونوا رقاقين، في امكانكم تقطعوهم دوائر كيبقى الاختيار لكم. المهم غادي نقيهم مزيان ونقطعهم. بعد غادي نعملهم في واحد الاناء وغادي نغسلهم. بعد ما غادي نغسلهم ونقطرهم واحد شويه، كندهنهم بالملحه كاملين، ومن بعد كنعملوهم في الاناء وكنخلي 2 دقائق حتى يطلق الدنجال القليل من الماء ديالو، حيت ملي كنعمل له الملحه كيطلق شويه ديال الماء. من بعد ما خليته 2 دقائق حتى كيبان لي هاود شويه ديال الماء اللي كيكون فيه. دابا كنبدا نشف الدنجال مزيان. بامكانكم تنشفوه بشي فوطه اللي عندكم متوفر. بعد ما نشفتو كامل، دابا غادي نبداو في الطريقه ديال تحضير التشارميله اللي غادي نتشارمل بهم هاد الدنجال ديالي. كنحتاج 3 ديال البيضات، القليل من الملح والكمون والابزار والفلفل الاسود، و3 ديال الفصوصه ديال الثومه، والقليل من الجبن الابيض موتزاريلا، وعندي هنايا القزبر والمعدنوس. بالنسبه للملحه ما كنكثرش بزاف حيت الدنجال كيشبر الملحه دغيا، وعاد عندي الجبن كيكون مالح. كنضيف القزبر والمعدنوس وكنخلي القليل حيت باقي غادي نحتاجو. وغادي نحك 3 ديال الفصوص ديال الثومه. ودابا غادي نحك الجبن اللي كتشاهدوا معايا، المهم على حسب الكميه اللي عندكم متوفره ديال الجبن. بالنسبه لطريقتنا في التحضير اليوم غادي نحضرهم معكم في المقلاة. بامكانكم نتوما هاد الطريقه هذه نفس يعني تتبعوا نفس الخطوات، ولكن تعملوهم في الفرن. اليوم شاركت معكم في المقلاة، مرة أخرى إن شاء الله نزيد نشارك معكم وصفات أخرين في الفرن. كنخلط البيضات مع الجبن والتوابل والملحة وقزبر معدنوس. بعد ما كنخلطو مزيان غادي نحضروا الدقيق اللي غادي نحتاجوه حتى هو. كنعمل القليل من الدقيق في واحد الإناء وكنضيف له القزبر المعدنوس والقليل من الكمون والإبزار صافي، وكنخلط. غننتقلوا لمرحلة الطهي. دابا غادي نعمل المقله فوق البوطه وغادي نضيف القليل من الزيت. غنخلي الزيت حتى يسخن وغادي نعمل الدنجال في الدقيق اللي عملت فيه القزبر المعدنوس والملحه والقليل من الكمون والابزار. حاله الدقيق هي الاولى. عاد كندوز الدنجال في الترميله ومن بعد كنعملو مباشره في الزيت وهي سخونه. بانت لي الزيت سخنات ودابا غادي نبدا نقليهم. ما كنعملش الزيت بزاف، كنعمل غير شويه. كنقص للبوطه وكنخليهم يطيبوا على نار تكون مهيله. بالنسبه للمده ديال الطهي ما كيديوش مده طويله، كيكونوا واجدين مده 10 دقائق كونوا عندي واجدين بتشارميلتهم وبالقلي ديالهم. من كيبانوا لي طابوا من واحد الجهه كنقلبهم حتى كيبانوا لي طابوا وتحمروا. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الدنجال اللي تشارملت معكم اليوم. كيجي رائع، ممكن تعملوه كمرافق مع الوجبات غداء او عشاء في هذا الصيف. كيجي لذيذ. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. واذا عجبكم ما تنساوش تدعموا القناه ديالي بلايك وبارطاج وتعليق مزيون. وشكرا لكم على حسن المتابعه. بسلامه عليكم، في امان الله وحفظه. نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو اخر.